ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه كريمان قالت لي يا ماما هحضر لك حته اكله تستاهل بقك بجد. اكله ايه يا كوكو؟ اكله الشعب المصري كله بيحبها ومفيش اتنين بيختلفوا عليها بجد. ايه هي بقى يا جماعه؟ يا ترى هي زي ما انتم شايفين كده الرنجه. رنجة بقى بالبطاطس المحمرة، طبعا لازم رنجة في ريحة بطاطس محمرة. وبعدين لازم بصل يا جماعة. بصل 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 البصل لازم هو مع الرنجة او مع الفسيخ او اي حاجة من الحاجات دي، لانه الصراحة بيفتح النفس جدا. مع بقى خيار كده وطماطم. بألف هنا وشفا. بصراحة كان حتة أكلة يا جماعة ما كناش عارفين نشبع منها ومن جمالها. بصراحة كانت أكلة لذيذة جدا. وطبعا ده حال البيوت المصرية كلها يا جماعة بتحضر الأكلة دي مع الفسيخ والرنجة. أنا بصراحة ما بحبش الفسيخ ولا ما بحبش أجربه. ولا أولادي بصراحة. بحس إن هو طعمه كده بيكهرب في البق يا جماعة، أو بيلسع في البق، مش عارفة بقى طعمه غريب. مع احترامي طبعا للناس اللي بتحبه، ده عادي جدا. بألف هنا وشفا على قلوبهم. وهنا يا جماعة أحلى أكلة زي ما انتوا شايفين كده. ايه رأيكم بقى فيها؟ اتفضلوا معانا بقى بألف هنا وشفا على قلوبكم. اول حاجه واستنونا إن معانا شاء هنحط الله حته في فيديوهات رنجه كتيرة جدا. على حته باي باي. بطاطسايه على حته بصل.